اليوم راح نشارك معكم اول طلبيه للعيد. دونك راح تكون معنا راح نخدموا هذا الكتان. راح نخلي لكم هنايا لا فوتو تاع الموديل، يعني السنه اللي موديل تاع العيد بزاف بزاف يهبلوا، وهذا راح يكون غير اول موديل. راح نشارك معكم كامل ان شاء الله لي موديل سلسله العيد من هذا الفيديو. ان شاء الله تبعوني راح تستفدوا بزاف. دونك اول حاجه نروحوا لي ميزور تاعنا، نروحوا لا جوب ندو ناخذوا الطول تاع لا جوب تاعنا كيما هنايا راها فيها 40 سنتيمتر. دونك هذه تاع 40 سنتيمتر راح نزيدوا عليها حق الخياطه وحق الكفه السفليه، ونقصوا حق لا جوب تاعنا. شوفوا البنات باش ما نطولوش الفيديو بزاف وتفهموا بالخف، راني قصيت هنايا مربعين من القماش. الطول تاعو طول المربع هذا سنا تشوفوا هنا فيه 32 على 37 سنتيمتر. داكوغ. دونك اول حاجه راح نديرها هي انه نعينوا قيمه 10 سنتيم هنا، نديروا هذيك الانحناء البسيطه تاع التنوره تاعنا. اوكي. دونك بهذه الطريقه. هذه الجهه السفليه تاع التنوره تاعنا، وراح نقسم على زوج، نخلي جهه اماميه وحدها والجهه هنايا راني جبت قطعه تاع من هذاك القماش، عينت مسافه 12 سنتيمتر هنا، وراح نقص هذه هذه راح نديروا فيها اللاستيك تاعنا. داكور البنات، راح نديروا اللاستيك تاعنا كيما هاك فوالا، ويدخل فيه اللاستيك تاعنا باش لا جوب تاعنا بهذه الطريقه. شوفوا فوالا هاك وتجي مكمشه. اوكي. وتجي لا جوب تاعنا فيها تكميشه هنا الفوق. راح نفوت الماشينه ونوري لكم الطريقه تاع الخياطه وتاع اللاستيك، ونكملوا مع بعض الخلف تاع التنوره. هنا جبت قطعه تاع ليلاستيك فيها 28 سنتيمتر كيما راكم تشوفوا. زايد شوي. راح نشدوها بهذا اللقاط هذا اللي ندكو به لاستيك. بالمناسبه هذا بزاف عملي. فوالا. دونك راح نجو نديرو فيه لاستيك تاعنا بهذه الطريقه. اول حاجه نروح نخيط هنا، ومن بعد نروح نخيط الجهه المقابله، نجبدها ونزيد نخيط الجهه المقابله ونوري لكم النتيجه. دونك انا تحصلنا على هذه النتيجه. هايليك لا فينيسيون تاعنا من الداخل، يعني خيطنا درنا السورجي ومن بعد عاود حبطنا الخياطه تاعنا وفوتنا اللاستيك. دونك بالنسبه للجهه الخلفيه راه خصاي كملناها، راح نفوتوا للعمل على الجهه الاماميه. بالنسبه للجهه الاماميه راح نشدوا الشريط المزيد تاعنا، راح نعينوا المنتصف تاع جهه الحزام هذه، يعني لقيت 19 سنتيمتر. واش راح ندير؟ راح نعين المنتصف تاع 19 سنتيمتر اللي هي 9 ونصف. اوكي. دونك 9 ونصف. هنا راح نديرو اون بانس، العمق تاعها راح يكون ابوبخي واحد نديروها 10 سنتيم تجينا شابه. اوكي. دونك نديرو فيها 10 سنتيمتر ونرسمها بالمسطره هاك، والعمق تاعها راح يكون 3 سنتيمتر، يعني 1.5 من و1.5 من. دونك 1 2 3 وراح نخيطوهم مع بعض. شوفوا معايا البنات، هاي لك الجهه الاماميه كيفاش خرجت معنا، وهاي لك الجهه الخلفيه كيفاش جات معنا. دونك هنايا راح نقلبوا هذا ونحطوه على هذا باش تشوفوا ابيبخي لا جوب تاعنا، يعني مازال ما كملناهاش، راح تشوفوا برك تدو فكره. دونك هاي لا جوب. دونك واش حنديروا دوكا؟ راح نلصق اتجاه واحد، يعني جهه واحده.
نقول اتجاه واحد، جهه واحده راح نخيطوها ونديروا لها السوجي باش نديروا هذاك التكشكيش، هذيك الشريط اللي يجي مكشكش من الجهه السفليه. راح نخدم معكم كامل هذه الخطوات. برك هنا راح نلصقوا كامل، ما حاش نوريكم كي نخدم الشريط ونكشكشو وندير له السوجي وكامل. راح نوري لكم كيف راح نبلاصيوه، وراح نزينوا لا جوب تاعنا بقفل. استنوني. بالنسبه للشريط البنات، قصيت شريطين. هذا القماش المستعمل كريب. كما راكم تشوفوا درت سرفله من الفوق ومن التحت، ودرت كشكشه، ورحت خيطت كامل صاير داير على لا جوب تاعي. الحاجه الوحيده اللي قعدت لي هي اني نروح نقفل لا جوب منا وندير لها سرفله ونزينها باربع قفل، وراح نوريها لكم ان شاء الله كامله. كامله. وشنو ثاني حتى قعدنا غير لا فيست، نشوفوها في الفيديو القادم ان شاء الله. هذه هي النتيجة النهائية البنات. نتمنى انه الفيديو تاع اليوم عجبتكم. يعني عندي بزاف فايت العام مانيش نحط لكم فيديوهات، وقررت اني نولي بناء على التعليقات الايجابية اللي نتلقاها من كافة يعني متتبعاتي واللي يتفرجوا فيديوهاتي خاصة في الوطن العربي. يعني شرف ليا. ونتمنى انكم تدعموني في هذا الفيديو باش نكمل في هذه السلسله. يعني راني عاولت اني ندير لكم سلسله تاع ملابس العيد، سواء بنات واولاد ان شاء الله. راح نشارك معكم كامل التفاصيل تاع الطلبيات، وراح نخلي لكم ثاني فلوقات، يعني نصائح تسهل عليكم الخياطه وهذا مكان. نتمنى نلقى تعليقات محفزة كما مولفين تخلوها لي، والى الفيديو القادم ان شاء الله.